الكبسة السعودي من أشهر الأكلات السعودية، إن شاء الله أقدر أعملها النهاردة، وأتمنى من متابعيني اللي بيتابعوني من السعودية يقولوا إيه رأيهم، يا ترى عملتها على ما يرام وإيه الأخطاء اللي أنا وقعت فيها. وأتمنى إن الفيديو ينال إعجابكم. نزلت بمادة دهنية وحطيت فيها الفراخ، وبعد كده حطيت عليها بصلة وملح وفلفل وزنجبيل، وقلبتها تقلبتين كده لحد ما دبلت معايا الفراخ شوية، وبعد كده نزلت عليها بمية سخنة وجزر مبشور وفلفل أخضر وكمان طماطمايه مبشورة، والبهارات بقى حبهان ولورا وكمان ليمون اسود وقرفة. خلاص استوت معايا الفراخ وتمام. ببدأ اطلع الفراخ من الشوربة. هنا معايا الرز البسمتي غسلته كويس وهنزل بيه بقى في قلب الشوربة بعد ما طلعت طبعا الفراخ. معايا الفراخ هنا بدهنها بصلصة طماطم ورشة ملح وفلفل ورشة زيت على خفيف وهحطها تحت الشواية. الرز هنا استوى. انا حطيت معلقتين من الكركم على شوية مادة دهنية وقلبته كده في الرز. لما تشرب خالص الرز بدأت بقى اقدمه. ريحتها وطعمها